هاد ختنا اللي كتشوفوا قدامكم في التصويره كانت الضحيه ديال العائله ديالها هما الاولين قبل ما غادا تطيح في يد واحد الشخص اللي غادي يستغلها وغادي تكون النهايه ديالها على يديه. القصه ديال اليوم صادمه من ناحيه ديال الحكم ومن ناحيه ديال الاحداث، فبغيتوا تعرفوا اشنو اللي وقع كملوها معايا حتى الاخر. عشاق قصص الرعب والجرائم، مرحبا بكم في قناتكم ماسك ستوري. كيعجبك هاد النوع ديال القصص اشترك في القناه، فعل الجرس غادي يوصلك ديما الجديد. لي بيبي دامور ما تنساوش ديروا جيم. واجدين؟ يلا نبداو. قصه غادا تدينا لمدينه مكناس بالضبط نهار 5 في شهر 8 2023، فين الجدارميه غادي يجيهم واحد البلاغ من واحد الشخص اللي غادي يقول لهم بلي انا كنت دايز من حدا غابه بوفكران وتما غادي تبان ليا واحد الجثه مرميه. الجدارميه طبيعه الحال غير سمعوا هاد الهضره مشاو كيجريو لديك الغابه، وفعلا غيلقاو الجثه ديال واحد البنت اللي مرميه على الظهر ديالها. كانت لابسه واحد الجلابه في الغوص وما لابسه تحت منها حتى شي حاجه واحده اخرى من غير السوتيانات. عندها واحد الضربه في الراس واليد ديالها مهرسه والصبعان ديال اليد الاخرى مقطوعين ولاصقين غير بزز في يديها. الجثه اللي مليوحه ما كانت معها حتى شي حاجه، لا الصاك ديالها ولا وريقاتها. وهكا الجدارميه ما قدروش نهائيا يتعرفوا على مولات الجثه. غادي يهزوها وغادي يصيفطوها للطب الشرعي ومن تما غيبداو الابحاث ديالهم. طبيعه الحال هذاك السيد اللي بلغ غادي يبداو به هو الاول. قال لهم بلي انا كنت دايز من الطريق وكتبان ليا شي حاجه في الغوز اللي مرميه، وملي غادي نقرب غادي تبان ليا جثه، وديك الساعه اتصلت بيكم. يعني انا ما عندي حتى علاقه بهذا الشيء كامل. الجدارميه بطبيعه الحال ماشي اي واحد قال لهم شي هضره غيثيقوا بها، راهم حقوا معاه وزيروه مزيان وتاكدوا ان السيد فعلا ما عنده حتى علاقه بديك الجريمه وبلي كان غير دايز من تما بالصدفه. دابا بقات لهم الجثه اللي ما عارفينش نهائيا ديال من. هنا الجدارميه غطيح عليهم واحد الفكره انهم غادي يصوروها وينشروا التصاور ديالها لعل وعسى شي واحد يتعرف عليها. هذيك التصويره بزاف ديال الناس اللي بارطاجاوها، منهم واحد الشخص اللي غادي يبارطاجي الصوره في تيك توك وغادي يكتب ان هاد السيده راه لقاوها جثه وما معروفش نهائيا الهويه ديالها. بزاف ديال الناس اللي شافوا داك البوست اللي حط هاد خونا هذا، ووحده من هادوك الناس اللي شافوا التصويره قدرات انها تتعرف عليها وغادا تغوت غوته وحده وغادا تقول هذه اميمه. دابا قبل من هادشي كامل اجي نتعرفوا على اميمه ونعرفوا اشنو اللي وقع ليها. أميمة تزادت سنة 2000. الأب والأم ديالها ناس على قد الحال، وكانت أميمة هي بنتهم الأولى اللي من موراها الأم غادي تعاود تحمل مرة واحدة أخرى. فبداك الوحم والحمالة ما قدراتش نهائيا أنها تبقى مقابلة أميمة. على داك الشيء غتاخد واحد القرار وغادا تهز بنتها وغادا تديها لعند أمها اللي هي جدة أميمة، غادي تعطيها ليها باش تربيها وتكبرها لأن هي ما غاديش تقدر أنها تربي جوج دقه وحده. وفعلا الجده غادا تفرح باميمه وهي اللي غادي تربيها وتقابلها. الام ديال اميمه غادي تولد عاوتاني 4 ديال الدراري من مورا اميمه وكلهم عايشين معها الا اميمه كيف ما قلت لكم عطاتها لجدها باش تقابلها. غادي يدوزوا السنين، اميمه غادا تكبر، ما كانش عندها نهائيا حتى شي مشكل مع امها وباها انهم زعما عطاوها لجدها وما خلاوهاش معاهم، بالعكس كانت فرحانه ومرتاحه اكثر. اميمه ما كانش عندها مع القرايه، على داك الشيء غادا تخرج من المدرسه وهي مازال صغيره، كانت جالسه غير في الدار وعاطيها غير الدوران حتى 2020. ديك الساعات اميمه كانت عندها 20 عام، غادا تتلاقى مع واحد الشخص اللي غادي تدخل معاه في علاقه، ولاو خيطي زيطي مع بعضياتهم، لا بيناتهم الحب والغرام وكل شيء ساق الخبار، لدرجه ان العائلات بجوج ولاو عارفين ان البنت والولد مع بعضياتهم، سواء العائله ديال اميمه او العائله ديال داك خونا اللي عندها معاه علاقه. وبطبيعه الحال العائلات بجوج حتى واحد ما غادي يهضر، كلهم كانوا موافقين. هادشي هذا اللي غادي يدصل الكوبل ديالنا وغادي يقرروا انهم يعيشوا مع بعضياتهم. وهنايا اميمه غتهز حويجاتها وغادا تمشي للدار د العائله ديال صاحبها، ما كانش عندهم نهائيا المشكل وغادي يستقبلوها، رغم ان اميمه وهذاك خينا راهم ما مزوجينش نهائيا، راهم غير مصاحبين، ولكن غادي يستقبلوها وغادا تولي عايشه معهم في الدار على اساس راها مرات ولدهم، لدرجه انها عايشه هي وياه كانهم جوج مزوجين. العائله ديال اميمه راه في راسهم هادشي وكيتواصلوا مع بنتهم وكيهضروا معها يوميا وعارفينها انها مشات تسكن مع صاحبها في الدار، ولكن ما غاديش يدخلوا نهائيا. غادي تدوز المده ديال عام واميمه غادا تحمل. العائله ديال داك خونا اللي هي معاه كانوا كيعاملوها مزيان وكانت عزيزه عليهم اميمه، يعني كانوا كيعاملوها كي بحال راها مرات ولدهم، رغم انني كنرجع ناكد لكم انه ما كاينش قاعده ديال الزواج.
أميمة غادا تولد وغادا تولد بنيتها اللي غادا تفرح بها بزاف وغادا تسميها عائشة على الاسم ديال الأم ديالها. العائلات بجوج غادي يفرحوا بديك البنيته وغيديروا السبوع وغادي يتجمعوا، ولكن هذيك البنيته ما غيدارش ليها الورا، لان كما قلت لكم ان أميمة راها غير مصاحبه مع خونا ماشي مزوجه به. وباش تكمل عليها الباهيه اكثر، هذاك خونا اللي هي والده معاه البنت غادي يدخل في واحد المشكل اللي غيكون السبب ديالو انه غادي يدخل للحبس وغادي يتحكم بالمده ديال عام. هادشي اللي غادي يصدم أميمة بزاف، لانها كانت معوله عليه، كانت كتقول باللي غادي يتزوجوا باش يديروا الوريقات لديك البنت، وفي نفس الوقت هو اللي كان كيخدم وكيصرف عليها، لان حتى العائله ديالو على قد الحال. يعني دابا أميمة وبنتها الصغيره غادي يبقاو ما عندهم لا حنين ولا رحيم. هادشي علاش في الاول القصه قلت لكم انها كانت ضحيه ديال عائلتها، لان العائله خلاتها سايبه كيف ما بغات، وتا واحد فيهم ما تدخل، تا واحد فيهم ما قال ليها بلي هادشي اللي كديري راه غلط، بالعكس هما كانوا كيصفقوا ليها ومشجعينها وموافقين على داكشي اللي هي تدير، يعني انها تهز حوايجها وتمشي تعيش مع صاحبها في الدار كلشي كان موافق. وحتى منين حملات تا واحد ما قال لها اشنو كديري، بالعكس فرحوا بها وداروا السبوع. أميمة من مورا ما تشد صاحبها وبات بنتها في الحبس، حياتها غادا تقلب سفاعل عليها، بقات عايشه مع العائله ديالو في الدار، ولكن كانت كتحس بانها متقله عليهم، خصوصا كما قلت لكم انه هو اللي كان كيصرف عليها. لكن دابا غادي يخلي لعائلته جوج ديال البروسيات، أميمة والطريبيه الصغيره، والعائله بطبيعه الحال ما قادينش على دوك المصاريف كاملين. على هادشي أميمة بدات كتفكر انها تمشي لشي جمعيه، وهادشي هذا اللي قالته الام ديالها عائشه في التليفون، قالت ليها قلبي معايا على شي جمعيه اللي نمشي ليها وتهزني انا وبنتي بيد ما يخرج الاخر من الحبس، وديك الساعات نشوفوا اشنو نديرو، لان أميمة ما كانت عندها لا قرايه لا صنعه ولا كتا في الخدمه. وفي شهر 7 2023 ما غادا تهز بنتها وغادي تخرج من الدار ديال العائله ديال صاحبها، غادا تشد الكار وغادا تمشي نيشان لمدينه مكناس، لان الجمعيه اللي لقاو ليها كاينه في مكناس، فغادي تهز بنتها وغادا تمشي لتما. هادشي كامل دارتو بلا ما تعلم حتى شي واحد، لا العائله اللي كانت عايشه معاهم ولا امها وباها ولا حتى جداها، يعني حتى واحد ما عرفها نهائيا فين مشات هي والبنت. كلشي كان مخلوع عليها وكلشي كيقلب وحتى واحد ما مرتاح، لان أميمة راه ما مشاتش بوحديتها، الدنيا معاها واحد البنيته صغيره اللي مازال في العمر ديالها غير شهوره، وقالوا فين غتكون مشات هادي وما عندها حتى فلوس. غادي يدوزوا شي ايام قليله حتى أميمة غادا تصوني على الجده ديالها وغادا تقول لها بلي انا راني في مدينه مكناس، قالت لها بلي الجمعيه اللي لقيت راه كاينه هنا، وانا غادي نمشي لعندهم وغنشوف واش غادي يستقبلوني، وانا راني بخير وبنتي عائشه حتى هي بخير، يعني ما عندكم نهائيا مناش تخلعوا، الا لقيت عاوتاني شي فرصه اولا شي تليفون اخر راني غادي نصوني عليكم. وقالت لها قولي هادشي حتى الام ديالي. طبيعه الحال ديك الوقيته غادي ترتاح، لانهم شحال هما مخلوعين عليها، فدابا سمعت صوتها قالت لها بخير اكيد غادي ترتاح عليها، وغادا تتصل ببنتها عائشه اللي هي الام ديال أميمة، وغادي تقول ليها بلي راه بنتك اتصلت بيا وراها في مدينه مكناس، راها لقات واحد الجمعيه وغتمشي لعندهم، يعني راها بخير وعلى خير. هنا الام ديال أميمة غادا تسول امها وغادي تقول ليها منين اتصلت بك، قالت ليها من واحد الرقم، لان أميمة اصلا ما عندهاش التليفون. هنا عائشه غادي تجي تجري لعند الجده وغادي تاخد ديك النمره اللي عيطات بها وغتقيدها عندها، وديك الساعات غادي تصوني فيها، غادي يجاوبها واحد الراجل، غادي تقول لي سمح لي راه هاد النمره صونت عليا فيها بنتي، نعرف واش بنتي كاينه معاك او لا حطيتيها في الجمعيه. فغادي يقول لها لا أميمة ها هي حدايا انا غادي ندوزها لك. فعلا غادي تهضر مع أميمة وغادي تقول لها بلي انا بخير وعلى خير، ما عندكش نهائيا مناش تخلعي، وإلا بغيتي تسولي فيا بقاي تعيطي في هذا الرقم، لان الاغلبيه ديال الوقت كنكون معاه. الام ما غاديش تسول نهائيا أميمة وتقول لها شكون هو هاد خونا وفين تلاقيتي واش جالسه كديري معاه. صافي منين عرفاتها راها بخير وعلى خير ولقات نمره فين تواصل معاها، صافي قالت لها واخا بنتي انا مره غادي نصوني عليك. فعلا عائشه كانت دائما كتصل بنتها أميمة تسول فيها، ولكن عائشه بدات كتلاحظ مع الوقت شي حوايج اللي غراب. منين ولات كتعيط لأميمة بداك الرقم يجاوبها وتقول لها انا غادي ندوز لك أميمة. كانت الطريقه ديالو مع أميمة وداك الضحك ديالهم بين كي بحال راه بيناتهم شي حاجه، يعني راه ماشي غير الناس جلسوها عندهم داروا فيها خير كيف ما كان كيقول لها راسها، لان عائشه قالت صافي هادو راه غيكونوا غير شي ناس دخلوها عندهم وداروا فيها خير، كيصحاب ليها بلي حنا عايشين في الجنه، غير اجي ودخل بنادم ودير فيه خير.
خير، اكيد راه الواحد ما غيدخلك لدارو والا غادي يستغلك بشي طريقه، خصوصا الا كانت بنت. اما الولد راه حتى واحد ما غيدخلو ولا يسول فيه من غير الا شي وحده عجبها وقالت ارا ندير فيه خير وندخلو يسكن معايا. انا قلت لكم عائشه بدات كتلاحظ ان الطريقه باش كتهضر بنتها مع داك خونا باينه ان بيناتهم شي حاجه ماشي هي هذيك. وفوق من هادشي كامل ان اميمه حتى هي غادي تبدل عليها. منين كانت كتسول فيها البنت كانت كتجاوبها حدو قدو، يعني كتقول لها واش انت بخير، كتقول لها لاباس. فينا هي عائشه واش بخير اشنو اللي واقع، كتقول لها حنا بخير ولا خير، ما كتعطيها حتى شي تفاصيل. كتقول لها لا شنو كدير، لا واش مشات للجمعيه ولا واش البنت اصلا واكله وشبعانه ولابسه. ميمه كما قلت لكم ملي كانت كتجاوب الام ديالها كي بحال كتهضر معاها غير بزز. غادي تبقى بحال هكا حتى لواحد النهار اللي اميمه غادا تتصل بالام ديالها، غادي تقول ليها ما تبقايش نهائيا تتصلي في هذا الرقم، صافي اخر مره تعيطي لي في هذا الرقم، نساي ومسحي نهائيا من التليفون ديالك. ولكن ما غديرش بالهضره ديال بنتها، بقات كتصل في ديك الرقم كل نهار حتى واحد ما كيجاوبها، حتى اخيرا غادي تجاوبها واحد المره في ديك النمره. غادي تقول لها عفاك دوزي لي اميمه. قالت لها اميمه ما كايناش هنايا، اميمه راه مشات بحالاتها. هي مازال كتهضر معاها حتى كتسمع الصوت ديال عائشه البنيته الصغيره. وهنا غادي تقول لها كيفاش بنتي مشات بحالاتها وخلات بنتها، هذه شي حاجه اللي مستحيله. وهي اللي جاوباتها قالت لها اصلا هذا راه ولدي، سير اختي قلبي على بنتك بشي جايحه وحده اخرى. حتى لواحد النهار اللي غادي تجي واحد السيده وتدق عليها في الدار، اللي كانت هي خالت هذاك الولد اللي كانت مصاحبه مع اميمه ووالده معاه البنت ودخل للحبس. تقول لها بلي اميمه راها ماتت وشي واحد صفاها ليها ولاحها في الغابه ديال بوفكران. سمعت هاد الهضره رجليها غادي يخواو. قالت لها منين جبتي هاد الاخبار، قالت لها من تيك توك، راه واحد ناشر التصويره ديال اميمه لانهم لقاوها وما عرفوش شكون هي، تصاورها باش شي واحد يتعرف عليها. الام طبيعه الحال ملي شافت التصويره عرفات وتاكدت انها بنتها اميمه. ديك الساعه اتصلت براجلها اللي هو بات اميمه وغادي يشدوا الطريق ويمشيو لمكناس. غيدخلوا عند الجدارميه وغادي يقولوا لهم باللي هذيك البنت اللي لقيتو في الغابه بوفكران راها بنتنا وسميتها اميمه. طبيعه الحال غياخذوا منهم لا دي ان باش يتاكدوا من هضرتهم، وفعلا غيتاكدوا ان هذيك الجثه هي الجثه د اميمه. هنا الام غادا تصدم الجدارميه ملي غادي تقول لهم واش لقيتو حتى بنتها عائشه معاها. الجدارميه قالوا لها شكون عائشه، حنا لقيناها غير بوحديتها في الغابه ما معاها حتى شي واحد، حتى الوراق ديالها ما كانوش معاها. الجدارميه غيبداو كيحقوا معاها وغادي يسولوها وغيقولوا ليها واش بنتك كتعرف شي واحد علاش جات لمكناس. وهنايا عائشه غادي تعاود ليهم كلشي من طقطق حتى السلام عليكم. هاد القصه اللي انا عاودتها لكم غادي تعاودها هي الجدارميه، ومازال كتاكد وكتقول لهم باللي راها جات مع بنتها الصغيره. عائشه غادا تعطي الجدارميه داك الرقم اللي كانت كتواصل به مع البنت، ولكن للاسف غادي يلقاوه طافي، يعني ما غيفيدهم بتا شي حاجه. الجدارميه ولات عندهم جثه وواحد البنت صغيره اللي تا واحد ما عرفها فين مشات، وهما مازال في البحث والتحقيقات وما داش بزاف ديال الوقت حتى غيجيهم واحد البلاغ. شي ناس اللي كيبلغوا انهم لقاو واحد الدري اللي صغير يعني غندو شي عام بحال هكاك في واحد الخربه حدا واحد الجامع. الجدارميه غيمشيو كيجريو وفعلا غيلقاو الدري اللي كانت في العمر ديالو تقريبا يلا عام. غادي يجيبوه معاهم، ولكن عائشه هنا غادا تصدم وغادا تقول لهم هذه راه حفيدتي عائشه. الجدارميه قالوا لها ولكن هذا راه ولد، لان هذاك اللي جابو كان محسنين ليه راسو ما عنده حتى شي زغبه وملبسينو حوايج ديال الولاد. ديك الساعه عائشه كتقول لهم باللي انا متاكده انها حفيدتي، وفعلا ملي غيقلبوا غيلقاوه راه ماشي ولد وانما بنت. بطبيعه الحال غيديروا لهم لا دي ان باش يتاكدوا واش هي حفيدتهم عائشه ولا لا. وفي هذا الوقت دابا ولا خاصهم يلقاو هذا المجرم اللي دار هذا الشيء. الحل الوحيد قدامهم هما يعرفوا شكون اللي حط عائشه البنيته الصغيره في ديك الخربه. الا عرفوه راه غيكونوا وصلوا للمجرم، لان اللي حطها تما 100% هو اللي دار في اميمه هكاك. هنا الجدارميه غادي يمشيو لحد داك الجامع وتما غيبداو يقلبوا في دوك الكاميرات المراقبه. غادي يقلبوهم بالسوايع حتى غيبان لهم واحد الطاكسي صغير اللي بقى كيمشي وكيرجع من نفس البلاصه كثر من 10 ديال المرات في نص ساعه هكاك. هنا دخلهم الشك وقال هاد الطاكسي هذا علاش كيمشي وكيجي، يعني من موراه شي حاجه. طبيعه الحال غادي ياخذوا الماتريكول وغيمشيو يسولوا على الطاكسي وعلى الشيافر اللي كيسوقوه. وهنا غادي يوصلوا للهويه ديال الشيفور اللي كان عنده سوابق كثيره.
كيفاش خدا البيرمي دو كونفيونس الله اعلم، لان باش دوز بيرمي دو كونفيونس ضروري كيطلبوا منك هذيك حسن السيره والسلوك. فكيفاش هو خداها الله اعلم، والدوسي ديالو موسخ. السيد داخل خارج للحبس، وزيد عليها مزوج وعنده ولد، ومراته في ديك الوقيته اللي وقع الاميمه داكشي مراته اصلا كاينه في الحبس. يعني تبارك الله عليهم كوبل طاح الحك وسبقطاه، بجوجهم حباسه وبجوجهم الدوسي ديالهم موسخ. قدروا انهم يعرفوا العنوان ديالو وغادي يمشيو نيشان للدار ديالو، وتما غيقرقبوا عليه وغادي يجيبوه. في الاول غادي يحاول ينكر وقال لهم انا ما فراسي ما يتعاود وما عارفش اصلا لا جيت لهنا. وهنايا الجدرميه غيقولوا له اللي نطولوه ونقصروه بلا ما تبقى تدخل وتخرج لنا في الهضره. غيبدا كيقر لهم بكل شيء. قال لهم بصح انا كنعرف اميمه، داك النهار كنت واقف في المحطه ديال الكيران حتى غيجي الكورتي وجايب معاه واحد البنت اللي هازه بنت صغيره. الكورتي بطبيعه الحال لانه كيعرفوا غادي يطلبوا غيقول لي واش دير واحد الخير. قال له هاد البنت راه ما عندهاش الفلوس، عندها يلا 15 درهم وباغا تمشي لواحد البلاصه اللي فيها واحد الجمعيه، واش ممكن انك توصلها؟ فهنايا هذاك الشيفور اللي حنا غادي نسميه مصطفى غادي يركبها، وهما في الطريق غادي يبدا كيهضر معاه وقال له جيتي ديري هنايا فينا ومع عائلتك ولاش غادا للجمعيه. وهنايا اميمه غادا تحط ليه المزيوده كامله من الاول حتى الاخر، وغادا تقول ليه باللي بات بنتي تدخل للحبس وما لقيتش فين نمشي بها، قلت نجي لشي جمعيه تكلف بيا حتى يخرج هو من الحبس. يعني عاودت ليه قصه حياتها كامله. اليوم باللي انا وصلتها لديك الجمعيه وقبل ما تهبط عطيتها الرقم التليفون، قلت ليها هانتي الا ما استقبلوكش عيطي ليا نجي لعندك. وداك النهار نيت في العشيه كيصوني عليا واحد الرقم، ملي جاوبت قالت لي بلي انا اميمه اللي وصلتيها للجمعيه راهم ما استقبلونيش وما عنديش نهائيا فين نمشي وما عندي لا فلوس لا والو، واش ممكن تجي مورايا؟ فعلا انا مشيت لعندها البلاصه اللي حطيتها وهزيتها وقلت ليها بنت الناس انا غنكمل معاك الخير، جيك انت وبنتك لعندي للدار حتى تشوفي شنو غادي ديري. قال لهم باللي بات عندي داك النهار والغد لي قالت لي راه بغيت التليفون نعيط لجده باش نقول لها بلي انا في مكناس، وعطيتها تليفوني باش تسول في عائلتها. ومن داك النهار كانوا كيتصلوا بها عندي، ان اميمه ما كانش عندها فين غادي تمشي فبقات جالسه عندي في الدار، انا كنمشي نخدم وهي وبنتها راهم في الدار. هنايا غادي يسولوا وغيقولوا لي واش كانت بيناتكم شي علاقه ملي في بالي وبالكم. في الاول غادي يقول لا ما كانت بيناتنا حتى شي حاجه، ولكن الطب الشرعي كيأكد حاجه واحده اخرى. مصطفى غيضطر انه يقول الحقيقه. قال لهم باللي بصراحه انا من النهار اللي دخلت لعندي للدار حاولت باش انني نتقرب منها ولكن هي ما بغاتش، كاين انا عجباتني والشيطان غلبني، شي خديت داكشي اللي بغيت بزز منها. يعني السيد تعدى عليها الاعتداء اللي في بالي وبالكم، وكان ساد عليها في الدار بالساروت ما كيخليها لا تخرج ولا الدروج. فوق من هادشي كان كيخليها تهضر مع الام ديالها، ولكن كما قلت لكم انها مع الوقت تبدلات في الهضره ديالها معها ولات حدوديه. كانت من الام ديالها كتسولها وكتبغي تعرف الاخبار ديالها، اميمه كانت كتقمعها وكتقول لها حنا لاباس بخير وكتقطع. يعني هادشي كامل كانت كديرو لانها كانت خايفه من مصطفى. هو كان كيعطيها التليفون تواصل مع الام ديالها لان الام ديالها كانت ديما كتصل به، وباش ما تبقاش مصدها كيقول اللهم نعطي الاميمه تجاوبها باش هكا تميك عليا. كانش عارفه ان بنتها واحد شادها صحه وساد عليها تما وكيتعدى عليها كيف ما بغى وكرفص عليها لا هي ولا البنت الصغيره. جدرميه غيسولوه غيقولوا ليه علاش صفيتيها ليها. قال لهم انا ما صفيتهاش ليها، اميمه اصلا انا منين عرفتها قالت لي بلي انا عندي واحد المرض، وبصراحه انا ما كنتش عارف انه شي مرض اللي خايب. قال لهم واحد النهار خرجت نخدم ومني رجعت للدار لقيتها طايحه، كانت صافي ميته وما عرفتش نهائيا اش ندير. الا اتصلت بالبوليس غيتهموني فيها، خليتها تما لمده ديال 4 ايام وانا كنفكر اشنو غادي ندير، حتى بدات الريحه ديالها كتعطي. ديك الساعات غيهزها وغيديرها في الطاكسي وغادي يديها للغابه ديال بوفكران وغيلوحها تما وغيزيد بحالاتو مع الطريق. تخيلوا معايا بنت اللي مازال صغيره جلست لمده ديال 4 ايام مع الجثه ديال الام ديالها. فتخيلوا هاد الوحش هذا اشنو كان كيدير في ديك الوقيته. اكيد ما كانش كيعاملها مزيان، يعني البنت راه كدير ليه كوش مازال كترضع، فما كنظنش نهائيا انه كان كيبدل ليها ولا مسوق ليها، لدرجه انه هو اللي غادي يحسن ليها الشعر ديالها كامل وغادي يلبسها الحوايج ديال الاولاد، لان البنت اصلا الشعر ديالها كان طويل. عائشه البنيته الصغيره فغادي يخليها معاه. الغد ليه بالعشيه غادي يهزها وغادي يديها لديك الخربه اللي كاينه حدا الجامع وغادي يحطها، وبقى غادي جاي على اساس انه راد ليها البال وباش يشوف واش شي واحد غادي يوصل ليها.
ولكن لان البنيته صغيره بقات كتبكي بزاف، فالناس سمعوا البكاء، وملي وصلوا واحد الوليد اولا بنيته صغيره كتبكي ما فهموا حتى شي حاجه. ملي غادي يكملوا التحقيقات ديالهم معاه غيهزوا الزمر وغيصيفطوه للمحكمه اللي غادا تحكم عليه ب3 سنين ديال الحبس. حكم اللي غادي يصدمكم، 3 سنين ديالاش؟ واش ديال انه كان خاطفها وسد ليها، اولا ديال الاعتداء اللي في بالي وبالكم، اولا ديال انه صفاها ليها؟ الطب الشرعي اكد ان البنت ماتت بسكته قلبيه. هادشي كيعني ان مصطفى ماشي هو اللي صفاها ليها، ولكن انا قلت لكم ان ملي لقاو البنت لقاوها مضروبه في راسها، يديها مهرسه، والصبعان ديالها مقطعين لاصقين غير بالزز. هادشي هذا كيأكد ان اميمه تعرضت للتعذيب، يعني مصطفى كان كيتكرفص عليها وكيضربها يوميا وكيتعدى عليها، وهادشي هذا كان سبب باش انها تجيها سكته قلبيه. رغم هادشي كامل كما قلت لكم ان المحكمه الابتدائيه حكمت عليه غير ب3 سنين. الاخت ديالو غادي تمشي لعند عائشه الام اميمه وغادا تطلب منها انها تنازل ليه. قالت لها دابا انت ضعتي في بنتك، ما كاينلاش حتى حنا نضيعوا في خونا. انا بقات فيا بزاف، زعما البنت مشات للقبر لهلا يردها، خلي خونا يخرج عاوتاني يتعدى على بنت وحده اخرى يصيفطها للقبر، هانيه ماشي مشكل. قالت لها حنا غادي نعطيوك 5 المليون وديري التنازل. ولكن الام ديال اميمه ما غاديش تقبل، وغادا تطالب ان الناس يعاونوها دير محامي باش تقدر تاخذ الحق ديال بنتها. وفي الصراحه ما عرفتش الحكم ديال الاستئناف واش ايد الحكم الابتدائي وبقى غير 3 سنين اولا زادوا شي بركه. ومن جهتي انا كنتمنى انه يغرق في الحبس. شنو بان لكم في شكون اللي غلط في هذه القصه؟ واش الغلط ديال الوالدين اللي من الاول ما كانوش مراقبينها؟ واش الغلط د اميمه اللي تاقت في واحد خينا ما كتعرفوش ودخلات معاه؟ القصه ديالنا راها سالات هنا، وصلتي معايا حتى الاخر. بغيت نقول لكم شكرا لكم، عجبك الفيديو ما تنساش دير جيم. نشوفكم في قصه جديده ان شاء الله.